لما فيديو ازاي تعمل رمالة في البيت وصل لنص مليون وداخل على المليون. تمام، وعملناه المرة اللي فاتت بعلبة تونة. في ناس قالت لي ان علبة تونة ب 45 جنيه وانا ما بحبهاش، هشتريها ليه؟ رحت المطبية بقى لقيت صحن كده ملوش استخدام عندنا، فقمت جايبه. تمام، وقلت ننزله على البار على طول، وقمت جاي حاطط فيه الرمل اللي انا كنت استعملته المرة اللي فاتت لعلبة التونة، وبدأت اصفي الرمل كويس. وده على فكرة من المعلومات المهمة جدا عشان الناس اللي بتقول انا بطول عليكم في الفيديوهات، فانا بطول لمصلحتك، لان الرمل عامة لو فيه زلطة ولا حاجة ممكن تأذيك وممكن تعور لك عينك ولا بتاع، فانا مش عايز اشتغل ذنب حد، فعلشان كده انا بحب اما اوصل لك المعلومه اوصلها لك كامله. ثانيا يا صاحبي ده اكونت الشخصي وانا اقول فيه اللي انا عايزه واعمل فيه اللي انا عايزه، علشان بس ايه الناس الكتير قوي دخلت واتكلمت عن نقطه ان انا بطول. هتبدا طبعا تصفي الرمل كويس، وتبدا بقى تتاكد ان الرمل ما فيهوش اي حاجه. ماشي، على ما تصفي النار كده شغل النار بتاعتك على البوتاجاز، وما تحط الرماله سيبها تسخن شويه، مثلا توصل لدرجه حراره 100 ولا حاجه، علشان ما تطولش معاك قوي في الفنجان. على ما تلقم قهوتك وبتاع تكون هي الرماله سخنت وظبطت. هنا اعمل فنجانين قهوه، وتقدر تعمل على الطبق كمان 3 فناجين، وتقدر تستخدمه لمده اسبوعين 3، وبعدك تغير له الرمل وتستعمله على طول ومش هيبوظ منك. هنا كنت جبت طبعا خلطه من الخلطات اللي انا بعملها في البيت، عامه ما بتبقاش من البن بتاعي ولا من الخلطات اللي موجوده في المحل، دايما بتبقى جديد. يعني الخلطه دي كانت كيني على كوستاريكي. الخلطه دي نسبه المره فيها كويسه وعامه مظبوطه جدا 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 للناس اللي هي بتحب القهوه الاسبريسو، لان نسبه المره اللي فيها مع المزازه بتتحسسك كده ان انت بتشرب حاجه امريكان كوفي كده، مش قهوه تركي، هي تركيش على امريكان كوفي. تمام، فعلشان في ناس كتير قوي تسالني ليه العلبه الصفيح ديت وليه ما بتستعملش البن بتاعها. هبدا بقى اقلب القهوه كويس قبل ما انزلها على الرماله. وبعد ما تنزل القهوه على الرماله عامه يعني ما تستعجلش عليها وسيبها براحتها، لان طبعا الرماله مش بتبقى شغاله باستمرار. وهنا بقى انت بتعمل رماله من دون ما تدفع جنيه، ودي حاجه برضك حلوه، لان في ناس كتير قوي بتحب قهوه الرماله وعندها مشكله ان الرمالات دايما بتبتدي من 2000 جنيه و1900 جنيه، وهجيبها للبيت استخدمها في ايه. هنا كان في قهوه منهم بقى تبدا تفور مني، فنزلتها بصراحه وما لحقتش اصورها لكم، فهصور لكم القهوه ديت. وهبدا بقى ان انا دلوقتي ايه اسيبها تستوي براحتها، لان انا ما بحبش القهوه عامه، ما بعتمدش في القهوه بتاعتي على الوش قوي قد ما بعتمد ان انا تبقى كريمي كده وطعمها حلو وما فيهاش اي ترميمه. هبدا انزلها في الميه علشان لو فيها اي رمل ينزل منها، ودي حركه لازم تعملها لو انت هتستخدم الرماله. ومن هنا بقى ابدا افرغها. بصراحه الوش بتاعها طلع كريمي، طعمها طلع لذيذ جدا، عكس كمان ما انا كنت متصور، لان انا كنت معتقد ان الكيني مع الكوستاريكا هيبقى فيه سنه مراره. لا بالعكس، الطعم الكريمي غطى على المراره.